النسخة السينمائية من مسلسل النص دلوقتي في السينمات. درويش بيهتفوا باسمك في الشوارع. الحقيقة فيلم درويش من أول ما اتعلن عنه وهو حالة مثيرة للاهتمام بكل تفاصيلها، من أول الإعلان اللي بيرجو الناس إن هي تطفي الموبايلات في السينمات اللي بقى له بيتعرض 3 شهور مثلًا والّا حاجة، وكلنا متحمسين للفيلم وشايفين إن هو هيبقى حاجة مختلفة. انا نصاب يا عالم، نصاب يا هو. ودي تحبسك برضك، انت مش بشكاتب. نو 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 نو، وعد الله نو. لإن إعلان creative زي ده أكيد وراه فيلم creative. كمان عمرو يوسف وطارق عماد بقى لهم كتير ما بيخيشوش، ومعاهم دينا الشربيني ومصطفى غريب، فكده الوجبة اكتملت. درويش ممكن يكون طعم وممكن يكون ده كمين. مش درويش اللي قتل الكولونيل في عز الظهر اللي اتقال له الكلام ده. أخيرًا قصة وعالم الفيلم متروج لهم بمسلسل زي مسلسل النص، فالناس already حابة العالم ده وحابين الفكرة. ما بعرفش اقول لك لا يا زبيدتي. اول ما شفتك قدامي قلت ان دي اكيد ملاك، فتح معايا مخ. لسه خارج من الفيلم، والحقيقة الفيلم مثير للاهتمام جدًا بسبب الحاجات اللي أنا قُلتها دي، وبسبب حاجات تانية ما كانتش باينة في الإعلانات. أهمهم مثلًا إن إحنا بنتعامل مع تصوير وفيلموجرافي وإخراج من أعلى ما يمكن. أنت عندك كادرات سينمائية ما تختلفش أي حاجة عن الكادرات العالمية. إحنا في الغالب أمّا بنيجي نتكلم عن فيلم عربي ما بنتكلمش أوي عن التصوير والإخراج، لإن يوم ما بيعلى بيبقى إحنا مكلفين بكاميرات عالية بس، إنما مش عاملين أي اجتهاد في أي ناحية تانية. الحقيقة ده مختلف خالص في فيلم درويش. أنت عندك كادرات كاملة، أنت عندك عالم حلو جدًا، أنت عندك حاجات كتير مميزة أساسهم التصوير والإخراج والعالم اللي هو بانيه بكل تفصيل. يا بطل الامه. انا نصاب يا بيه، نصاب. هيطلع بطل وطني. ترجمة الاستخبارات الانجليزي. مصر كلها في ظهرك. مع شخصيات مثيرة للاهتمام جدًا بينهم شخصيات رئيسية وشخصيات فرعية مكتوبين حلو جدًا وأدائهم حلو جدًا. كل اللي في الفيلم مبسوط وعامل اللي عليه وحاسس إن هو بيحب اللي هو عامله فعلًا. الفيلم حقيقي متعوب فيه، حقيقي الناس شكلها مبسوطة وهي بتشتغل، حقيقي العالم من أجمل ما يمكن. فتحت. لا ده انا افتكرت حاجه كده. العيال سابت المظاهرة وقعدوا يزقلوني بالطوب، افتكروني انجليزي يا بيه. حتى دقق في ملامحي كده مش تلاقي فيها عرق انجليزي. عندك مثلًا خدع وأدوات مصر مختلفة وما تتوقعهاش وملتوية جدًا. عندك أساليب سرد مختلفة ومثيرة للاهتمام وتخلّيك متشوق للقصة. عندك كذا حاجة مميزة جدًا، وطبعًا ضيوف شرف كتير منهم ظهر في الإعلان ومنهم ما ظهرش. خد بقى منك ايه؟ طبعًا الفيلم واخد نفسه بجدية بالكامل، ودي من أكتر الحاجات الحلوة اللي في الفيلم. عندي مشكلتين أساسيتين مع الفيلم، ومشكلة مع السينما اللي كنت باحضر فيها الفيلم. مشكلتي مع الفيلم إن القصة عادية جدًا عكس ما إحنا كنا متوقعين إن هي هتبقى creative وكل الكلام ده. قصة تقليدية لأبعد الحدود، حصلت قبل كده وهتحصل وكل الكلام ده. انجليزي. انا كل اللي محتاجه شويه رجاله جدعان وشويه صنايعيه دقي. المشكلة التانية الألفاظ، تحس إن هي يعني خارجة من فيلم قديم أوي، مش طبيعية زي مسلسل النُص أو كده، فالألفاظ تحس إنها مصطنعة شويتين. لو مشيت في السكة دي ذنبك على جنبك. ابقى اديله عنوان الابارتمون بتاعي اللي في جاردن سيتي. يبقى فكرها ان ابوها متحافي. أخيرًا مشكلتي مع السينما، يعني بعد ما الناس عاملين حملة كامبين بتاعة اقتلوا الموبايلات وبقى لها 3 شهور بتشتغل وكل الحاجات دي، جُم ما شغّلوهاش في الفيلم بتاعها. أنتم بتعملوا إيه والّا إحنا فين والّا في إيه؟